كل سنة نفس الحوار، إعلان ضخم بشكل مبهر والسعر 10 جرام دهب عيار 24. هل كل حاجة جديدة وغالية تستحق الشراء؟ يا ترى هتختار بعقلك ولا هتقع في فخ الإصدار الجديد؟ بعد أسبوع من إعلان أبل بدأت أشوف صور وتعليقات غريبة. مستخدمين بيشتكوا إن الموبايل بيتخدش بسهولة وسخونة غريبة أثناء الاستخدام، وكم واحد قال إن هو مش فارق عن الإصدار اللي قبله. وهنا بدأت أدور على الفروقات بين ال17 برو ماكس وال16 برو ماكس، وخلينا نتكلم عن الفروقات ولكن بعد ما نفتح علبة ال16 برو ماكس مع بعض. أول فرق واضح هو الخامة. فال16 برو ماكس مصنوع من التيتانيوم اللي بيديله مظهر فخم وخفيف على الإيد، أما ال17 برو ماكس فراح لمعدن الألمنيوم، وده خفض الحرارة ولكن اداله شكل أقل في الفخامة وكمان أسهل في الخدش، وده خلى أبل كأنها استرخصت في الخامات وعملت داون جريد. ولو هنقارن البطارية فال17 بطاريته أطول حاجة بسيطة من ال16، وده خلاني أتصل بصديق مستخدم لل16 برو ماكس بقاله سنة أسأله عن البطارية، وكان رده إن التليفون بيفضل شغال معاه طول اليوم، مش بيحتاج يتشحن غير آخر اليوم. فهل الفرق البسيط في طول البطارية يستحق إن انت تدفع عليه ألفات زيادة؟ صحيح إن ال17 برو ماكس فيه معالج أحدث اسمه A19 برو، لكن الفرق ما بينه وما بين ال A18 برو هو حقيقي فرق بسيط جدا في الاستخدام اليومي. لو استخدامك عادي، تصوير، مكالمات، سوشيال ميديا، ألعاب خفيفة، مش هتحس بأي فرق. ان انا اعمل ابجريد للتليفون ده، ما اجيبش ال17 لان انا حاسس ان خامة التليفون ده اقيم من ال17 عشان هو مصنوع من التيتانيوم. ال17 جاي ألمونيوم، لما بسمع كلمة ألمونيوم دي بفتكر الحلل الألمونيوم اللي في مصر. وتاني حاجة شجعتني اجيب التليفون ده ان احنا اخيرا مش هنبقى نشحن باللايتنينج بتاع ابل، هنشحن بتايب سي عادي اللي هو زينا زي السامسونج. الكاميرا في ال17 برو ماكس اتطورت رقميا بس، يعني شوية تحسينات في الإضاءة والزوم، لكن لما تيجي تبص على الصور والفيديوهات العادية الفرق شبه معلوم. لو انت مصور عادي مش محترف فالكاميرا بتاعت ال16 برو ماكس هتديك نفس الجودة تقريبا. فلو انت مستخدم عادي بتدور على خامات أفخم، سعر منطقي، أداء ثابت، فالايفون 16 برو ماكس يعتبر قيمة مقابل سعر. وفي النهاية القرار مش عن أحدث موبايل، القرار عن الموبايل اللي فعلا يناسبك. اختار بعقلك مش بالإعلانات، لأن مش كل جديد يستحق التبديل. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك أي سؤال سيبه في الكومنتات وأنا هرد عليك.